هو يانيك فيريرا ده يعني مدرب محنك مش محنك، والله العظيم مدرب محنك. احنا الواحد لما بيصدق الاهلي يتعادل انا بسجد لربنا، شكر شكر ان الاهلي يتعادل، بيديني امل ان انا اخش، ان انا ابقى يعني انا موجود انا بقى، يعني انا معاك. انت ما هتلعب لوحدك انت ولا انا؟ يعني انا، ما انتوا طالعين دور المجموعات الاهلي وبيراميدز، انا بقى يعني انا يعني، ما انت برضه لازم تبقى انت يعني خدت بالك. وبعدين خلاص يعني الاهلي تعادل بقى، يعني انا انزل النهارده انا اكل يعني بص، يعني ابقى هاكل النجيل. انا مدرب عنده مشكله في قدام، هو اصل هو مدرب يعني محنك مش محنك. يعني فييرا مدرب محنك، في فرق في الحرف يدمر ميتين ام الجمله. هو مش محنك، هو محنك. كان عنده مشكله في الشوط الثاني، دلوقتي ربنا كرمه يعني الحمد لله. احنا كنا ناويين في نيتنا نجيب له مدرب للشوط الثاني ويبقى مدرب هو للشوط الاولاني. دلوقتي هو عنده يعني مشكله في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. يعني هي كملت بقى من مجاميعه بقى، يعني مدرب عنده مشكله في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، هو مش عارف يدير المباراه. انا بقول نخليه هو يعني يمسك اخر الحاجه الاكسترا تايم ونجيب مدرب جديد يدرب الشوطين. ما يعني انت هتعمل ايه؟ هتجيب مدرب للشوط الثاني ومدرب للشوط الاول، ويانيك فيريرا ده يقعد باشا هو جون ادوارد في النادي مثلا؟ ولا يعني هنعمل ايه؟ مش اللعيبه دي خدت فلوسها؟ اللعيبه دي مش خدت مرتباتها؟ ده احنا ربنا الجون ده جه من عند الله. الزمالك ما جابش الجون بتاع النهارده ده، 20 30 لمسه في ال 18 وفي الاخر لقينا الكره في الجون. يعني الحمد لله ان احنا طلعنا ما خسرناش يعني. برضه في حاجات احنا ما خسرناش، احنا تعادلنا. الاهلي تعادل احنا نتعادل، الاهلي يخسر احنا نخسر، الاهلي يكسب احنا نكسب. لازم نحافظ على التباعد، في 3 بونت بيننا وبين الاهلي لازم نحافظ عليهم. معلش انا ما يعني الضغط النفسي اللي بيبقى فيه اللعيبه وهم في المركز الاول غير الضغط النفسي اللي بيبقى فيه اللعيبه وهم في المركز الثاني. طب خد المركز الثاني، انا راضي قسما بالله، انا كعبد الله راضي اخش بطوله افريقيا السنه الجايه. يعني انا راضي ان هي اخد مركز، الاهلي ياخد المركز الاول يا عم، انا اخد المركز الثاني. مش يلعبوا هما الاثنين في افريقيا وانا راح العب في الكونفدراليه. ما هو يعني ما يديش ربنا، واللي حصل النهارده ده ما يديش ربنا. وانا راجل اصلا كل مره اقول يا ابن كذا لو قعدت اتفرج على الماتش ده تاني، لو الزمالك ده انا بص انا مش هقعد اتفرج تاني وزي مش عارف مين، وفي الاخر تلاقيني برضو قاعد بتفرج على الماتش ولابس التيشيرت ما اعرفش. احنا يعني ما بص ما بقاش يحوق فينا يعني مهما يحصل بقى. خلاص بقى هو الصقر احمد حسن قالها بين الشوطين، قال لك الزمالك لو عايز يكمل في المنافسه يكسب الماتش ده. الزمالك قال له لا. والله انا انت عايزني اكمل في المنافسه؟ انت بتبتزني عشان اطلع فوق وابقى في المربع الذهبي ويبقى فيه مطوشه حلوه. والله ما انا عاملها يا رب، والله ده انا متعادل النهارده اهو. اللعيبه هي بسم الله الرحمن بزيرة، وقعدنا اول 10 ايام في الدوري او اول 15 يوم طلعنا لعيبه نادي الزمالك دي السما، هم خسفوا بينا الارض بسم الله ما شاء الله. بص اهم تحس ان في حاجه غلط، حد ماسك كرباج للعيبه، حد بيعمل لهم حاجه زي ما انتم شايفين كده. خلاص يعني بعد كده اتفرج على ماتش الاهلي تعادل، ما تتفرجش على الزمالك بقى. انت الاهلي خلاص كده، الزمالك كده تعادل، طالما الاهلي تعادل يبقى الزمالك تعادل. احنا ما عندناش روح ان احنا يعني ناخد مركز اول والكلام ده مش هيحصل. لا لا لا، عيب كل واحد في البلد دي عارف تمام نفسه. عيب احنا طموحنا مركز تاني وهو انتوا طموحكم مركز اول، وبيراميدز طموحه ياخد المركز الثاني اللي انا طمحان ان انا اخده. فيعني الشغل عليا انا في الاخر بقى، ويعني وكل واحد منه لله.